السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شيف شادي حبيب الملايين. إن شاء الله النهارده هنعمل أيتمين مميزين. نعمل شوية شوربة خضار بصوص الطماطم والدجاج، وهنعمل رز بالكبدة والتكات الجديدة باللحمة المفرومة. عندنا نوعين من الكبدة، عندنا كبدة بقري وكبدة دجاج. كبدة الدجاج احنا نضفناها وغسلناها وقطعناها ماشي، وادي كبدة البقري قطعناها جوليان عشان هنستخدم الاثنين عشان يبقى حاجه برضو تكات جديده ومختلفه برضو ماشي. هنشوف المكونات معانا بتاعت شوربه الخضار. عندنا صوص طماطم فريش، شويه طماطم فريش مضروبين في الخلاط، وعندنا جزر وعندنا زهره وعندنا كوسه وبطاطس وشويه كرفس مع العيدان بتاعته والورق بتاعه، وشويه دجاج متقطع برضو كيوبس او برنوزات صغيره، وشويه كزبره وبصل متقطع برضو جوليان. عندنا المكسرات اللي هنستخدمها للرز بالخلطه بتاعتنا، واحنا طبعا ضايفين له حاجه جديده برضو، شويه لحمه مفرومه عشان تحبيشه كده خاصه بينا، وعندنا شويه فلفل حار وشويه جوز الطيب، وطبعا الكبدتين، وعندنا شويه جزر مبشورين. والبهارات بتاعتنا هتبقى البهارات العاديه، الكزبره والكمون والملح والفلفل وشويه الزيت، وعندنا تكايه من الخل وشويه دبس رمان مع الفابريكا بتاعتنا. نبتدي نعمل اول الشوربه لان الشوربه هتاخد معانا وقت. نبدا بالشوربه وبعد كده نبدا بالرز وبقيه الحاجه. احنا هنشوح دلوقتي بس الدجاج بتاعتنا مع البصلايه، نديها شويه زيت. هنحاول نقلل في نسبه الدهون بتاعتنا، الزيت بتاعي قليل. هناخد الدجاج معاها عشان يتجمع. حط الزبده معاهم، نديها حبهان ورق لورا عشان طعم الشوربه والدهون بتاعي. مجرد ما الدجاج لون معايا وشمع وعرفت ان الزفاره بتاعته راحت خلاص، ابتدي انزل بالميه شويه ميه كده صغيرين بس عشان البصلايه بتاعتي ما تلونش. صوص الطماطم هو مش صوص طماطم عشان خليها مسبكه، بس عشان اخد اللون الاحمر الخفيف ده كده. كرفس، ننزل بالجزر والكرفس، نديها بقى الميه بتاعتنا. نسيبها بقى تهدى براحتها. نديها البهارات بتاعتها، ملح وفلفل، شوية كمون صغيرين، والحبهان ورق اللورا، ومكعبين الماجي، وخلي الملح دايما في الاخر. حطينا شوية فلفل اسود مع مكعب ماجي، شوية فلفل ابيض صغيرين، معلقة ملح متوسطة، شوية كمون صغيرين، شوية بهارات مشكلة، حبتين حبة ورق لورا، الكوسة والجزر هيتحطوا في الآخر، بس مجرد ما تغلي وأحس إن هي ابتدت حطينا شوية زيت عشان نعمل الرز مع بعضينا. شوح بصلاية
هتدبل بس مجرد ما لونها يتغير هنزل بالكبده. دي اللي هتكون جوه دي طبعا البهارات بتاعتها، بس مش عايز نديها الثوم عشان اخد الصحيح. شوية الزيت بتاعها، شوية زيت الطيب، مجرد ما لونها اتغير انزل بالرز عشان ما تتهريش معايا. الرز برضو انا عامل حوالي 2 كيلو. الجزر بتوعي اللي هيلونوا معايا الرز عايز استخدم كله طبيعي. في ناس ممكن تديها شويه زعفران، في ناس ممكن تحط الرمياج بتاعنا اللي هو حله بتكون فيها ستوك العظمه بتاعنا، اول ما احس ان هي محتاجه زيت شويه او حته سمنه. عدة زيت معانا برضه، اشتغل على هادي. هنديها البهارات بتاعتنا، شويه كمون، شويه قرفه، شويه لورا، شويه حبهان. اهم حاجه في الموضوع ده القرفه بتاعتنا عشان تديني اللون وتديني التيست بتاع الرز في الخلطه. في ناس ممكن تديها معلقه طماطم بوريه، في ناس ممكن تديها زعفران حسب. انا بدلت الزعفران بالجزر بتاعي. لما احس خلاص ان هي ابتدى الرزايه تلون معايا اقوم مديها الميه بتاعتنا في الاول، شويه ملح برضو عشان نظبط التست بتاعنا ونديها فيون. طبعا انا قللت الرز لما تغسله كويس قوي وتنقعه وتشيل منه النشا بتاعه، فممكن تقلل منه الميه شويه عن المعتاد، بالذات اللي هو السنو وايت. كده ارتفاع السمك بتاعي، وده هيبقى لون الرز بتاعي. انا ما حطيتش زعفران، بس دي مكان الجزر بتاعنا المبشور. خليه بس يغلي غاليه وبعد كده نص الميه بتاعتنا. هنبتدي نبص على شوربه الخضار بتاعتنا. نديها البطاطس بتاعتنا، نديها الكوسه بتاعتنا، كل الحاجات دي طبعا متقطعه ومغسوله. نديها الزهره بتاعتنا، نقطعها برضه نفس التقطيعه كبيره. هي لو اتحطت عليها شويه شعريه وشويه فاصوليا حمراء هتبقى مينستروني، بس احنا عايزينها شوربه خضار متحبشه كده بالدجاج، حاجه كده ايه فندقيه كده. هنعمل الدريسنج بتاع الكبده بتاعتنا. حطينا كزبره ناشفه وحطينا معلقه كمون وشويه ملح، وهنديهم الثوم، وكده كده هناخد شويه زيت من بتوع الثوم. نديها سنه ليمون، اتاكد ان البذر ما ينزلش فيها، اهم حاجه في الليمون الفصوص بتاعتها دي. ماشي، هنقلبهم مع بعض.
كده على الناشف. ممكن تديها سنه دبس رمان عشان عايز اللون المطفي بتاعها واللذه بتاعت دبس الرمان. شويه بابريكا صغيرين، سنه خل، قلبها تاني. تاخدش ميه خالص، التتبيله بتاعت الكبده تاخدش ميه خالص، والملح يكون قليل، دايما الملح يكون قليل. تعالوا مع بعض كده بقى على النار ونشوف هتعمل معانا ايه التتبيله دي. ده القوام بتاعها ماشي. ممكن نديها سنه فلفل حار، تهرسه بالمعلقه كده عشان يدوب. سنه كزبره خضراء صغيره برضو. يلا بينا. هنتبل برضو الكبده لوحدها. خدت شويه توم بالزيت، شويه عصره ليمون عشان اذا فيها اي زفاره ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت تاخد التتبيله بتاعتنا. شويه كزبره، شويه كمون صغيرين كده، تبقى لوز اللوز. يلا بينا. الطاسه بتاعتي سخنه، ننزل كده لازم الزيت يكون سخن عشان ما تجيبش مني ميه. الريحه بتاعتها ما شاء الله. نديها التتبيله بتاعتنا. الكبده بتاعت الدجاج خفيفه، فعشان كده ما رضيتش احطها مع الرز، وانا عايزها للجرنش. يعني ايه الجرنش؟ يعني هغرف الطبق الرز بتاعي بتاع الكبده، ودوت هيبقى الهيد بتاع الطبق. مش هقلبها كتير عشان ما تهريش، سيبها تاخد طبيعتها. الرز بتاعنا استوى، لسه مندي شويه. هنديله اللحمه المفرومه. ما رضيتش احط اللحمه المفرومه في الاول عشان ما تزفرش مني. برضه هنديله شويه قرفه تاني مطحونه، ممكن دي شيل دي خلاص. نسيبه يشرب مع نفسه. احنا كده هنفرك بس المكسرات بتاعتنا، لوز وبندق وعين جمل وكاجو ولوز سلايز والزبيب. هناخد طبعا الزبيب الاول، وبعد كده اللوز والمكسرات اللي معانا. نديها زيت، نديها معلقه زيت زبده، ناخد الزبيب بتاعنا الاول كده. مجرد ما الزبيب يبدأ ينفش معايا، اجيب المكسرات الثانية. الزبيبة ابتدت تنفش معايا الزبيب، هتعرف ان الزبيب خلاص كده خد اللون بتاعه كده تمام. دي شكل المكسرات، مش عايزه تغمق اكتر من كده.
كده احنا فتحنا الرز، هنديله رشه قرفه تاني. ماشي. شويه كزبره بتاعتنا. كده ده الرز بتاعنا، وعلى فكره ممكن يتاكل لوحده كده بدون اي حاجه، ما شاء الله يعني قيمه غذائيه كامله. بس احنا هدفنا اكبر من كده بكتير. اوكي، الشوربه تمام استوت. تعالى كده شوف احمد، ادي الشوربه بتاعتنا استوت، شكلها حلو. ممكن نديها برضو شويه كزبره خضراء. التكايه بقى بتاعت الشيف شادي يا جماعه حاجه مش عند اي حد، ولا صبحه كبابجي ولا اي حاجه. هنبخر الرز بتاعنا ونعمله بالفحم. تاكل شويه رز الله ينور عليك بالفحم، حاجه كده سبيشال. ندفع الشوربه بتاعتنا تمام. ده كده الرز بتاعنا بعد ما خد ريحه الفحم. طبعا دي لازم تطلع. الرز خد الدخنه بتاعت الفحم يا جماعه، طعمه يجنن. شيل. طيب احنا كده حطينا شويه مكسرات في الارضيه، هنحط عليهم شويه كبده، رز بالكبده بتاعتنا. هنقلبها مع بعض دلوقتي. قلبناها كده مع بعض، وده رز بالمكسرات والكبده. ممكن تديله تكايه كزبره. وده الطبق بتاعنا. انا مش عايز احط كتير عشان الديكوريشن بتاعنا يبقى باين. كده بعد ما غرفنا الطبق بتاعنا وبقى شكله في النهايه كده، هندوق بقى الطبق اللي احنا عملناه. رز بالخلطه مع الكبده واللحمه المفرومه والمكسرات. ماشي، ادي الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طعم حكايه، لو دقته هترجع تاني. ناكل بقى حته بقى ايه من الكبده بتاعتنا دي مع المكسرات. جربوه. شوف الشرح على اليوتيوب على قناتي الشيف شادي حلمي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.